السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلوية في الريف. تعالوا بينا على طول ندخل في أخبار النادي الأهلي زي ما احنا متعودين. محمد مجدي قفشة تم استدعائه من قبل الكاف للتحقيق معاه في الاحتفال اللي حصل ساعة مباراة حرس الحدود. الاحتفال اللي عمله وكان بيشاور لوالده في المدرجات، ووالده نزل حضر معاه احتفاله بفوزه بأفضل لاعب في المباراة. عايز اقول لكم ان اداره النادي الاهلي طمنت الجماهير كلها وطمنت الكل وقالت ان اللاعب موقفه سليم، وان اللاعب ما فيش اي مشاكل ولا في اي خوف ان هو يتوقف ولا اي حاجه. وبعدين احنا مش هنقدر نسيب كهربا ان هو يتوقف او يحصل له اي حاجه. عايز اقول لكم ان اسد الجزيره الحمد لله اكرم توفيق بيتعافى من الاصابه سريعا جدا، وصرح طبيب الفريق ان اكرم توفيق سيكون في الملاعب قريبا جدا ان شاء الله، وهيكون متاح لدى الجهاز الفني باذن الله، واللعيب بينفذ تعليمات الطبيب بالحرف الواحد. عشان كده مسهل ومسرع في موضوع الشفاء باذن الله، وهيخلص برنامجه وباذن الله يكون متاح للفريق. كولر طلب من مساعديه تقرير مفصل عن كل لاعب في الفترة اللي هو موجود فيها بره، واللي نبه على اللعيبه في حاجات كتير قوي ان هي تعملها. عشان كده عايز يعرف كل لعيبه عمل ايه، وعايز يعرف كل كبيره وصغيره بعد ما يرجع عن اللعيبه. عايز اقول لكم كمان امام عاشور والكلام الكتير اللي بيتقال حوالين امام عاشور، ان امام عاشور النادي الاهلي بيفاوضه. لا، الاهلي ما بيفاوضش امام عاشور، والكلام ده انا قلته في حلقه قبل كده. واي حد بيتكلم ان النادي الاهلي بيفاوض امام عاشور ده بيستهلك وقت وبيستهلك وقتكم على الفاضي. امام عاشور الاهلي مش هيدفع فيه 6 مليون دولار عشان يجيبه. لو الاهلي هيدفع 6 مليون دولار في امام عاشور كان راح دفع منهم 4 ولا 5 في مونيكا وكان جابه. ولكن المبلغ عالي جدا على النادي الاهلي، والنادي الاهلي مش هيروح يجيبه ب 6 مليون دولار ابدا. وخصوصا ان نص الملعب بتاع النادي الاهلي فيه زي امام عاشور، ويمكن افضل من امام عاشور مليون مره اللي موجودين في نص ملعب النادي الاهلي. ده انا بجيب لك من الاخر خالص. عايز اقول مبروك صعود بلدية المحلة للدوري الممتاز بعد عناء 15 سنة وهم تاهين في غياهب دوري المظاليم. السنة دي قدروا ان هم يصعدوا اول المجموعة بحري، وقدروا ان هم يحجزوا بطاقة التأهل للدوري الممتاز. ونتمنى ان صعود بلدية المحلة المرة دي ما يكونش صعود شرفي، وتبقى سنة شرفية في الدوري الممتاز، وتنزل زي الفرق اللي احنا بنشوفها بتصعد وبعدين تنزل تاني. نتمنى ان هي تستمر ويكون التنافس شديد في الدوري الممتاز. عايز اقول لكم ان انا معايا انفراد انا هتكلم فيه، بس بعد ما نبارك كلنا للمنتخب المصري على الفوز 2-1 على غينيا، وصعوده لنهائيات الامم الافريقية بعد ما عمل رومونتادا وكان مغلوب 1-0، وقدر ان هو يتغلب ويوصل بالنتيجة ل 2-1 ويصعد ل لكأس الأمم الأفريقية. وعايز أقول لكم إن المنتخب عمل مباراة برضو لا بأس بها، رغم إن هي مباراة ضعيفة جدا، إلا إن هو برضو إن يعني عشان خاطر اللعيبة واخدة إن ممكن تبقى المباراة سهلة بالنسبة لهم. عشان كده ما أدوش بالشكل اللي الناس عايزاه في الشوط الأولاني، وإدوا فرصة لهجوم غينيا ان هو يهاجم محمد الشناوي ويحرزوا الهدف الاول في محمد الشناوي يتقدموا. ولكن في نهاية الشوط الاولاني تدارك لعيبة منتخب مصر الموقف، وقدروا ان هم يضغطوهم، وقدروا ان هم يتعادلوا عن طريق تريزيجيه بكرة ولا احلى ولا اروع ولا اجمل من محمد صلاح. وفي الشوط الثاني في وصلوا اللعب ووصلوا الضغط، برضو مش هنقول الضغط الكثيف والزيادة قوي، ولكن برضو
كانوا عاملين حسابهم ان هم ما يتغلبوش وان هم يفوزوا باقل مجهود، وفعلا مصطفى محمد قدر ان هو يحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر، رغم ان المباراة كانت تخوف وبدأت تخلي فيه مليون علامة استفهام عند الجماهير، والناس قلقانة من اداء المنتخب في هذه المباراة. عموما المباراة رغم ان هي كانت ضعيفة من الجانب المصري، الا ان هي برضو طلعنا منها بفوائد عديدة جدا. منها اول واحد انك انت عندك مدرب يقدر يغير شكل الفريق اثناء المباراة، وده اللي عمله روي فيتوريا، ان هو قدر ان هو يغير شكل الفريق في الشوط الثاني. وافضل حاجة في المباراة ديت كمان ان خلت روي فيتوريا يقتنع ان هو ما يسمعش كلام اي حد في اختياراته للعيبة، وان هو يعتمد على نفسه ويشوف مين الاحق لمنتخب مصر ويلاعبه. رقم ثلاثة، المستوى الرائع اللي ظهر عليه بعض اللعيبة زي محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد ومروان عطية ومحمد هاني قبل ما يصاب ويطلع. ومروان عطية ده بالذات له كلام معانا هنتكلم عليه بإذن الله. رقم أربعة، الصعود للنهائيات، وده كان مهم جدا لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية، بصرف النظر عن المباراة المتبقية لمنتخب مصر الأخيرة هتبقى تحصيل حاصل. مش مهم ان المنتخب يفوز بيها او يحقق نتيجة فيها، ولذلك هنشوف وجوه جديدة في المنتخب بياخدوا فرصتهم في المباراة ديت عشان يقدر روي فيتوريا يحكم عليهم افضل ويشوفهم افضل من الاول. ورقم خمسة، ان الهدف الاول تحقق وهو الوصول لكأس الامم الافريقية، ويتبقى الهدف الثاني وهو الاهم والاغلى للرياضة المصرية، وهو ان شاء الله الصعود لكأس العالم بإذن الله. تعال يعني محمد صلاح الفرصة اللي ضيعها لو جت لمحمد صلاح مليون مرة، محمد صلاح هيحطها في المليون مرة. كرة غريبة جدا 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 والكل اتكلم عنها، وكان في كرة قبلها برضو كان جسمه سابق الكرة والكرة جت لورا، عشان كده الوضع التشريحي لجسمه ما كانش مظبوط ان هو يحط الكرة في الجون او يتحكم في الكرة، لكن عشان كده ما طلعت منه بالشكل اللي الناس شافته ده. عايز بقى اتكلم على مروان عطية. بقول لكم مروان عطية ده لعيب جامد جدا، المنتخب كسبه، لعيب هيفيد المنتخب لفترة طويلة جدا جدا. وعايز اقول لكم ان مروان عطية من ساعة ما جه النادي الاهلي وهو مصر انه يحطم كل الارقام القياسية، مصر ان هو يحطم كل منافسيه عشان خاطر يكون متواجد في التشكيلة الرئيسية. مروان عطية من ساعة ما جه النادي الاهلي وهو محارب بدرجة امتياز جدا جدا جدا، سواء في النادي الاهلي او سواء في المنتخب. مروان عطية في اول مشاركة له مع منتخب مصر عمل إحصائية كبيرة جدا 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 جدا. لمس الكرة 75 مرة، لمس الكرة 75 مرة. دقة التمريرات عند مروان عطية تخطط ل 92 و3 من عشرة في المية. يعني مفيش لعيب يوصل للمرحلة اللي وصل ليها مروان عطية في التمريرات الصحيحة. التمريرات الطولية 7 تمريرات منهم 5 صحاح 100%. التمريرات اللي في التلت الأخير 7 تمريرات 7 من 7، يعني جاب العلامة الكاملة. صنع لزمايله فرصة، وفي الالتحامات كان في 10 التحامات ما بينه وما بين الخصم، رغم ان لعيبة غينيا لعيبة أجسام واضحة جدا جامدة جدا وقوية جدا جدا، إلا إن مروان عطية في ال10 مرات كسب منهم 6 لصالحه. في استعادة الكرة مرة تانية 8 مرات استعاد الكرة فيهم في ال8 مرات. المراوغات كانت مرة واحدة وصحيحة. لو بصينا لأرقام مروان عطية هنلاقيها أرقام عالية جدا 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 جدا، بتدل إن منتخب مصر كسب لعيب في نص الملعب ملوش حل، بتدل إن مروان عطية مفيش حد هياخد مكانه في منتخب مصر ولا في النادي الأهلي. مروان عطية ربنا يبعد عنه الغرور وربنا يبعد عنه أصحاب السوء، لاعب من طراز فريد بإذن الله
هينفع المنتخب جدا جدا جدا، وينفع النادي الاهلي لو استمر على نفس الاداء وحافظ على نفسه. تعالوا بقى اقول لكم على الانفراد التقيل اللي معايا جدا. نادي افيس البرتغالي. الكلام اللي انا بقوله لكم ده هيبداوا يتكلموا فيه بعد انا ما اتكلم فيه، وبيعتبر انفراد لقناة الأهلوية في الريف. نادي أفيس البرتغالي تواصل بالفعل مع محامي محمود عبد المنعم كهربا على أساس إن هو ينسق معاه إن محمود عبد المنعم كهربا يدفع الجزء الخاص بيه اللي هو 1,200,000 دولار، ونادي أفيس يدفع في نفس التوقيت 1,200,000 دولار. واتفقوا على ميعاد معين إن شاء الله إن نادي أفيس هيدفع المبلغ فيه. طب حد يقول لي هو متعاون قوي ليه كده؟ اقول لك عشان خاطر ان المالك الجديد لنادي افيس البرتغالي بيسدد كل حاجة عليه، بيسدد كل الخانات اللي عليه. المستثمر جايب 17 18 لعيب، ال 17 18 لعيب دولت عايزين يتأيدوا، ومش هيتأيدوا الا لما نادي افيس يظبط اوضاعه ويصلح اوضاعه اللي موجودة عليه، ومن ضمنها وبالتأكيد هو موضوع الغرامة لنادي الزمالك في موضوع محمود عبد المنعم كهربا 1,200,000. عشان كده هو تواصل مع المحامي الخاص بمحمود عبد المنعم كهربا علشان يدفع الغرامة. فكهربا غرامته هتندفع وهيتقفل ملف كهربا ويركز اللاعب في لعبه بإذن الله. وديت انفراجة كبيرة جدا جدا في موضوع كهربا وفي مشكلة كهربا. وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله مشكلة كهربا تنتهي نهائيا، واللعيب يكون متاح وبذهن صافي مع منتخب مصر ومع النادي الأهلي بإذن الله، ويمتعنا كهربا زي ما هو متعود إن هو يمتعنا دايما. أعزائي المشاهدين، لغاية كده خلصت أخبارنا، لكن ما خلصتش حكايتنا. برجو من اللي بيسمعني لغاية دلوقتي ينزل يعمل لايك ويعمل شير عشان خاطر الحلقة تلف اليوتيوب وتوصل لكل أهلاوي جميل، ومش هتوصل إلا بفضل دعمكم إن شاء الله وبفضل لايكاتكم. واللي بيسمعني لأول مرة ينزل بسرعة يفعل زر، يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد من قناتكم قناة الأهلوية في الريف. شكرا أعزائي المشاهدين، وإلى أن ألتقي بكم، لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.